أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الحدود من غير أسوأ، والحلقة دي هتكون الأخيرة علشان هنبدأ بقى سلسلة جديدة شورتس كده هنشاركها مع بعض في رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب. رمضان خير علينا كلنا. اتفقنا من الحلقة اللي فاتت إننا هنتكلم المرة دي على الناس اللي بتتضايق من حدودنا. ليه الناس بتتضايق أول ما نقرر إن احنا نحط حدود؟ أول ما تحطي حدود مش كل الناس هتفهم، في ناس هتزعل وناس هتغضب وناس هتتغير. اللي اتعود ياخد منك أكتر هيحس إنك اتغيرتي، مش لأنك بقيتي وحشة لكن لأنك بطلتي تدي من غير حدود. زعل الناس مش دايما معناه انك غلطانة، أحيانا هو بيكون انعكاس لفقدان امتياز. الامتياز ده كان عطائك اللي من غير حدود، وحدودك كشفت العلاقة، فالعلاقة كانت ماشية من طرف واحد اللي هو طرفك انت. ففي ناس أول ما تبتدي تحط حدود هتبتدي تضغط عليكي بإحساس بالذنب وتحسسك ان في حاجة غلط، وناس تانية هتلعب على العشرة وتبتدي تقولك احنا كنا كويسين، ايه اللي اتغير؟ وناس تانية هتنسحب من حياتك بهدوء. كل ده رد فعل بيقول حاجة، بس الحاجة دي مش عنك انت، الحاجة دي عنهم هم. حدودك مش اختبار للناس، هي اختبار للعلاقة. يعني انت لما بتحط حدود انت مش بتختبري الناس اللي حواليكي ولا بتحكمي على حد، انت بتختبري مدى قوة علاقتك بيهم. فالاختبار هنا للعلاقة مش للأشخاص، فاللي يكمل ده يستاهل، واللي يمشي سيبيه يمشي من غير غضب ومن غير ندم. يمكن أكتر حاجة بتخلينا نخاف إننا نحط حدود هي إننا بنحس إن إحنا لازم نشرح أو ندافع أو نبرر، وكأن لأ لوحدها ما بتكفيش. بس الحقيقة إن الحدود مش محكمة دفاع. انت مش مطالبة تشرحي ليه تعبانة ولا ليه مش قادرة ولا ليه اخترتي نفسك. ازاي اقول لا بهدوء؟ احيانا المشكلة مش في الرفض بس في الصيغة اللي احنا بنعترض بيها او بنرفض بيها. يعني بدل ما تقولي مثلا معلش اصلي تعبانة جدا ومش قادرة ومشغولة، ممكن تقولي مش هينفع دلوقتي. بس اوقات كتير الناس اللي حوالينا ما بتبقاش مستنية مننا تبرير، واحنا اللي متعودين ان احنا طول الوقت عمالين نبرر وندافع عن نفسنا، فاحنا اللي بنحط نفسنا في الحتة دي، واحنا برضو اللي اوقات نعود اللي حوالينا اننا لازم نديهم مبرر. فمحتاجين نعود نفسنا قبل ما نعود اللي حوالينا ان مش كل حاجة محتاجة مبرر، مش كل حاجة لازم ادافع فيها. في اوقات كتير كفاية قوي ان انا اقول ان انا مش عايزة الحاجة دي بس. فبدل ما تقولي ما تزعليش مني بس انا مش عارفة ايه وتقعدي تقولي مبرر، قولي لا بكل بساطة ده مش مناسب ليا، من غير شرح ومن غير دفاع ومن غير اعتذار زيادة. أول مرة تقوليها بهدوء ممكن يحاولوا إن هما يجرجروكي للشرح، ساعتها قرري الجملة بكل هدوء برضه وتقولي مش هينفع، ده قراري مش هغير رأيي. أهم حاجة ليه إن انت تقولي بهدوء، لأنك لما هتقوليها باندفاع أو بعصبية أو بخوف أو أيا كان الطريقة، غير إنك تقوليها بهدوء اللي قدامك هيحس إن انت في حاجة مخبياها، أو هيحس إن انت في حاجة مثلا متغيرة ما بينكم، أو إن انت زعلانة منه في حاجة. ساعتها ممكن يقلب الترابيزة عشان يدفعك أكتر للشرح، أو عشان هو فعلا يكون فاهمك غلط. عشان كده مهم إن انت تقولي وتعبري عن حدودك بهدوء. لما تبطلي تشرحي كتير هتكتشفي انك مش قاسية، انتي بس بطلتي تدي حساب زيادة، واللي بيحبك هيحترم حدودك حتى لو ما فهمهاش كلها. الحدود مش سور عالي، هي باب للي بيحترمك. وانا مش قاسي، انا بحمي نفسي، ولو حماية نفسك دي ضايقت حد يمكن ده كان اول حد محتاج انك تشوفيه بوضوح. وفي الاخر شكرا لكل حد مشي الرحلة دي.